تاكل يا خوستي العنكة ولد وتشوف جنازتي على يا خوستي العنكة ولد قيسري على وش بشتغل بلا خستنا ولد قيدر على وشين كنا ولد قيدر على وش عندنا ولد على وديت ما على وجني حزتاني على صرتي على وين من وين تحكم عن معروف أسحق والريخ وتخازن. من اغتال علاء أمين؟ علاء أمين شاب كردي من قمشلو، كان في ربيع العمر عندما اغتيل. أضلع محطمة وأنف مكسورة وجمجمة مهشمة، كدمات وآثار تعذيب وحشي كانت طاغية على وجهه وظهره. آثار الحرق كانت ظاهرة على ساقيه. تعرض علاء لشتى صنوف التعذيب الوحشي حتى فارق الحياة. فيا ترى من قتل علاء؟ هل هي دولة سوريا؟ كلا. هل هي الدولة التركية؟ أيضا كلا. بل اغتيل علاء على يد قوات الأمن آسيش الإدارة الذاتية في روجافا كردستان. وقد اعترف مظلوم عدي شخصيا بأن من اعتقلوا علاء هم القوات الأمنية في روجافا كردستان. بعدما قتلوا علاء أعدوا تقريرا مفبركا كاذبا يفيد بأنه توفي إثر جلطة قلبية. بل حتى أحرقت منظمة الشبيبة الثورية جوان شوراشجر التابعة لباكاكا خيمة عزاء الشاب علاء. وعندما تصدرت القضية وسائل الإعلام وأثارت استياء وغضبا شديدين بين الشعب الكردي، حاولت الإدارة الذاتية المفروض على روجافا كردستان تحوير القضية وتعريفها. وقامت مراسلة قناة روناهي تيفي المفترضة والمتزعمة بأنها وكالة أنباء باجتزاز تصريح والدة علاء، والتي أكدت أنه كانت هناك فتيات ضمن المجموعة التي اعتقلت ولدي، ونشره فيما بعد. الجيوش الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لباكاكا حاولت سرا وفي الخفاء جعل القصة محل قبول لدى الرأي العام، متذرعة ب لدينا قواتنا المسلحة، لا يمكن لأحد مهاجمة قيمنا ومبادئنا، في حين يبرر مثقفو باكاكا في باكور وروجافا وكذلك إقليم كردستان بأن العملية تمر في وقت حساس للغاية. هذه الانتقادات تضر بحزبنا مطالبين بالصمت. فيا ترى لماذا علينا التزام الصمت؟ هذه كانت أنموذج الإدارة الحرة والديمقراطية التي كان يروج لها في روجافا كردستان. الشعب الكردي لن يؤيد ولم يدعم إطلاقا القوات الأمنية لإدارة روجافا كردستان لارتكاب مثل جرائم القتل هذه بحق أبناء الكرد. في أيار عام 21 اعتقلت الإدارة الذاتية في روجافا أمين عيسى، وفي 28 حزيران سلم جثة هامدة مهترئة تحت التعذيب إلى عائلته. في الأول من تشرين الأول عام 22 تم اعتقال بنجين علي لاعتراضه على اختطاف شقيقته القاصرة على يد جوان شوراشجر. وبعد يوم واحد فقط تم تسليم جثمان بنجين الذي تعرض للتعذيب الوحشي إلى عائلته. بل حتى لم تتمكن العائلة المفجوعة من الإفصاح عن حزنها ومجابهة إرهاب سلطة روجافا كردستان. نعم، ما زال قتلة بنجين وأمين طلقاء أحرار. نعم، لولا السكوت حيال هذه الجرائم والانتهاكات لما قتل علاء اليوم. فيا ترى لماذا قتل علاء؟ لأنه انتقد سياسات الإدارة الذاتية في روجافا كردستان على مواقع التواصل الاجتماعي. اعتقلوا علاء وأذاقوه صنوف التعذيب الوحشي لترهيب كل من ينتقد سلطة روجافا كردستان، وخصوصا في أوروبا. الإدارة الذاتية في روجافا تلتقط الصور اليوم كالخشامر مع بقايا الدواعش المتحكمين في دمشق اليوم، بينما تفتك بشباب الكردي وتقتل أبنائهم تحت وطأة التعذيب لمجرد انتقاد. هذا ليس محل قبول على الإطلاق. الإدارة الذاتية وبسبب سياساتها السابقة وبعد اتفاقية الاندماج مع دمشق واجهت انتقادات حادة، والآن تسعى لإسكات هؤلاء المنتقدين. ولتحقيق هذه الغاية تلجأ إلى سياسة استخدام القوة والقمع والترهيب. تعقد إلهام أحمد ورهالات عفرين اجتماعات عامة في أوروبا في محاولة لكسب الود والظهور بمظهر الاهتمام وخلق أجواء حساسة لإسكات الأصوات المنتقدة، بينما في الجانب الآخر وحيثما تسيطر قواتهم المسلحة تستخدم سياسة القمع والترهيب لتكميم أفواه منتقديها ومعارضيها وترهيبهم. العمال الكردستاني باكاكا ينتهج سياسة السكر والصوت أو الجزرة والجزية،
فمن جهة يظهر نفسه بمظهر جميل ولطيف، ومن جهة أخرى يلوح بفوهة بندقيته لإسكات الجميع. باكاكا جلب ثقافة قتل المعارضين الراسخة في الحزب إلى روجافا كردستان. يصور باكاكا وأوجلان نفسيهما كآلهة لا يجوز انتقادها. يرغم باكاكا الكرد في روجافا كردستان على ترديد الشعار يعيش يعيش أوجلان، وكذلك فعلت وانتهجت الإدارة الذاتية وفرضت السياسة نفسها على الشعب الكردي. توجد في روجافا كردستان المؤسسة العميقة على غرار الدولة العميقة لباكاكا، والتي تدير هذه العمليات في الخفاء. تضم هذه المؤسسة أيضا كوادر من باكور كردستان أي كردستان تركيا، وتعتبر هذه الشلة نفسها مسؤولة عن حماية خط باكاكا. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية هذا الخط، سواء تجاه جماهيرها وأنصارها أو تجاه المعارضين. وقتلة علاء هم المؤسسة العميقة لباكاكا في روجافا كردستان، وما لم تفكك إدارة روجافا كردستان هذه الكيانات والمؤسسات العميقة المتغلغلة في كافة مفاصل روجافا وتتخلى عن هوية باكاكا لن تنتهي ولن تمنع مثل هذه الاغتيالات. إن جريمة علاء أمين ليست جريمة عادية عرضية، بل هي تبرير وتقنين للجريمة. يجب على الجميع أن يرفعوا أصواتهم ضد هذه الجريمة حتى لا ترتكب جرائم أخرى مثلها.